لسان الخصوم مش على لسان المتصيدين لأي شيء. فمحبيك ليهم حق على حضرتك ان هم يعرفوا ماذا يدور في ذهن الفريق احمد شفيق للايام القادمة، عن عودته، عن وجوده في مكان يدعموه فيه، عن دعمهم لشخص يدعمه الفريق احمد شفيق. حضرتك في الواقع انا مش بناور بالكلام دلوقتي، انا بتكلم مباشر، ولذلك ما قلت لحضرتك اللي اختلفت الصورة دلوقتي عن ذي قبل، عن اللقاء السابق، ان انا بقول في حالة ترشح الفريق اول السيسي ده موضوع منتهي. في حالة عدم ترشحه قبل كده كنت بقول الموضوع خاضع لكذا، دلوقتي بقول لحضرتك رؤيتي النهارده انه مش خاضع لكذا، ان كذا دي تحققت، وان انا اضمن بالتأكيد لو انا ان شاء الله يعني اردت الترشح ان اجد من الداعمين لي القدر الكافي جدا. فعشان كده بقول لحضرتك اترشح. اما متغير حصل قلت لحضرتك، بس انا فعلا انا مش باخفي شيء او مش بأسر موضوع في ذهني، انا ما اعرفش ساعتها الموقف هيبقى ايه. الموقف العناصر المؤثرة فيه كثيرة جدا. ساعتها الظروف هتقول ايه، ساعتها لو انا هخدم في هذا المكان او في هذا النشاط هقدر اخدم بما يتيح لي اني استخدم امكانياتي واطلع منتج، ولا هيبقى لا يعني لنفس المكان ممكن هتقول او لا طبقا لظرفه ساعتها. لا ما اقدرش احكم دلوقتي الحقيقه، لكن الموضوع كله خاضع لحينه. يعني التصريحات المجهلة اللي خرجت في الايام الماضية عن ان خلاص حسم الفريق اول عبد الفتاح السيسي الامر، المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلاص هيتم اعفاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي من منصبه كوزير للدفاع وكل ما قيل، وما تم تكذيبه بعد كده من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة، ولكن هي اشارات الكل استشعر انها اشارات واضحة وصريحة ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي عزم امره، لدرجة ان واحد من ضيوفي كان بيقول ان لابد ان يعلن قبل الاستفتاء وليس بعده. حضرتك شايف الصورة دي ازاي؟ طب حضرتك يعني كل حاجة قلته ده ما فيهوش جديد، لان هو قايل احتمال ان ينزل، فكون هو يعلن النهارده او يبدي من التصرفات ما يوحي انه نازل، ما هو مش مستغرب، لان ده كان 50% هيحصل، فانت بتتكلم في ال 50% اللي هو قايلهم من الاول. يعني انا مش شايف اللي حصل ان الصورة اختلفت، انا شايف ان هي زيطة بتحصل ليس لها. طب ما احنا عارفين انه جاي يترشح، واذا قالوا لا هو صرف نظر برضه احنا عارفين انه كان جاي يصرف نظر. يعني بس احنا يعني اعتدنا الجري ورا استباق الاحداث يعني، وتهويل الامور وتضخيمها، وكما لو كان احنا كل يوم في خبر جديد. الخبر مش جديد، خبر الراجل قال يا اترشح يا ما اترشحش. لو قال اترشح او نفذ النص ده، ما ترشحش نفذ. ايه الغرابه في هذا الموضوع؟ ايه اللي يستدعيه بقى كتر اللت والعجن والاعلام والجرايد وافلام؟ ما مش عارف الحقيقه. يعني احنا بنضيع وقتنا كثيرا فيما لا طائل منه. انتوا بتقولوا ايه؟ الراجل قال هترشح هيترشح، قال مش هترشح مش هترشح. طب يمكن بالنسبه للاعلام انه بيعمل ده بيدور على سبق صحفي وسبق اعلامي. يا فندم السبق حاجه من اتنين، ما هو يا يترشح يا ما يترشحش. تمام. ايه المواطن العادي عمال ما بين المواطن اللي نفسه يتمنى فبالتالي بيبقى بالنسبه له ده خبر سعيد، او مواطن لا يتمنى فبالنسبه له ده خبر عايز يبتعد عنه. لكن بالنسبه لحضرتك ان حضرتك محدد في حاله عدم ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي سوف اخوض هذه المعركه، فبالتالي كل ساعه بدري حضرتك بتستعد فيها لهذه المعركه هتفرق معاك جدا، فبالتالي لو عرفت اكيد هتحتاج تشتغل. هرد فورا. اتفضل. نمره واحد يا فندم، انا مش بالكلمه البلدي يعني انا مش شرقان مناصب. واخد بالك؟ انا مش في حاله جوع شديد لاني اتولى منصب او اتولى او لاني من فضل الله عديت يعني معظم المناصب وبنجاح، وانا مش يعني ماليش للدرجه دي يعني ملحوق. دي حاجه شرف ليا ان هذا الشعب الكريم يأمرني او يكلفني باني اتولى كذا، لكن انا مش قاعد يعني
برفص مستني امر مش قصدي اكيد طبعا. لا مش قصدي، انا عايز اقول لحضرتك النقطه دي. نعم. على الجانب الاخر الاضافه اللي هتتم في الموقع ده هكون مفيد اينما انا وجدت، حتى لو اشتغلت عمل خاص ليا هيبقى له مردود مفيد بحكم الخبره اللي انا مريت بيها. فانا عشان كده بقول لحضرتك انا ما يعني لست قلقا على ما هو قادم، لان كده بالنسبه لي ممتع وكده بالنسبه لي ممتع. مش ممتع عشان هركب عربيات الرئاسه، ممتع عشان انا هعمل المشاريع صح، ممتع عشان انا عارف بالظبط الفيلم قدامي كده هعمل ايه في التعليم، هعمل ايه في الصناعه، هعمل ايه في الزراعه، هعمل ايه في قناه السويس، هعمل ايه في بحيره ناصر، هعمل ايه. الموضوع شريط سينما قدامي جاهز من ايام الانتخابات السابقه. ده امتاعه ليا يعني من هذا القبيل. الشق الثاني لو لم يكن ذلك انا يعني اعلم تماما ان انا اقدر اباشر ايه او ايه. خلاص فن الموقف بالنسبه لي انا مش مخليني ما انامش. كده صالح وجيد وكده صالح وجيد، كده هقدر اخدم وكده هقدر اخدم. انا بس بقول لحضرتك ان انا الميزه في ان انا لو قدر لي اني اخدم ان الصوره كامله قدامي، البرامج حاضره قدامي، تجربتي السابقه تقول ان انا انجزت من غير ولا مليم. بمعنى ولا مليم؟ شوف حضرتك، مره السفيره الامريكيه بتتناقش معايا في السابقه، بتقول لي طب في مجال دردشتها كده، بتقول لي طب انت هتجيب الفلوس لطموحاتك دي منين؟ فقلت لها هجيبها من فلوسكم انتوا، فلوسكم، من فلوس الامريكان. هجيبها من فلوسكم مش من خلالك، لان الناس الامريكان المستثمرين هيجوا من خلالك عشان يسالوك نحط فلوسنا فين. لكن لما هم يكونوا عارفين جهه ما في مصر، الطيران المدني كان في منافسه علينا بين مصادر التمويل في الكره الارضيه عشان ينفذوا مشروعات عندنا. كان بيجي لي الراجل بتاع كان اسمه ميشيل بيليه بتاع الشرق الاوسط، بيجي لي كل شهر عشان يقول لي عايزين مشروع تاني عندكم في الطيران المدني. ما جاتش من فراغ، برغم اننا حاربنا في الاول عشان ناخد فلوسهم. ليه؟ لان هم المستثمر عايز يحط فلوسه في حته يضمن فيها عوده فلوسه، عايز صح، يكسب وعايز ويضمن مشروع صح. نعم. فاحنا اعتقد كنا ارض خصبه. عشان كده بقول الموضوع مش موضوع فلوس، موضوع اراده واداره. اراده واداره. البلد دي تبقى بلد تانية في سنوات قليله.